جدعان ما نقدرش نقول ان دي جروب. احنا اللي نقدر نقوله ان ده كل ناس كتير نفسها يخرج بره نفسه او يروح لدكتور نفساني، بس الدكتور النفساني اجره غالي جدا. فلو انت في اوضه ضلمه لوحدك وحد بيسالك مجهول، يعني صوت بس هو اللي بيسالك، هتتكلم تقول على الناس اللي اذتك وهل هتسامحهم ولا مش هتسامحهم؟ والناس اللي هتسامحهم دول هتسامحهم ليه؟ واللي مش قادر تسامحهم دول مش هتقدر تسامحهم ليه؟ اتكلم من قلبك بجد، يعني كأن ما حدش معاك. يلا. يعني في ناس هسامحها لان ينفع معاها التسامح، او اذوني بس بشكل يقدر الواحد يعني في يوم من الايام يقول لا الناس دي ما وصلتش للحد اللي هو خلاص قلبي يقسى عليهم. وفي ناس وصلتني للحد اللي هو خلوني اصلا انسانه مش قاسيه من جوايا. اولا ايه الفرق بينهم؟ ما تذكروش اسامي. مش اسامي، خلوني قاسيه من جوايا، ان انا تعبت نفسيا، اذوني نفسيا قبل اي حاجه، اذوني جسديا قبل اي حاجه، الكلام ده كله. وفي ناس يعني يعني ما تستحقش اصلا الواحد يسامحها، ما كانتش تستحق ان الواحد يسامحها، او حاولنا نسامحهم بس ما عرفناش. يا استاذه شو، هقول لك تاني، الناس اللي انت حاولت تسامحهم دول اذوك ازاي؟ وما عرفتش ما تسامحهم. اذوني نفسيا اكتر، واللي انت قدرت تسامحهم برضه تسامحهم ليه؟ نفسيا ويعني جسديا في نفس الوقت، لان النفسيه اثرت على الجسد وتعبتني. يا استاذه شو، اكتر حاجه النفسيه، اكتر تعب ما النفسيه. برضه حدد لي، ما تذكرش اسامي بس حدد لي. ايوه هو ما حدش شايف حاجه، الناس سامعه صوت بس. تمام. استاذه شو، او ممكن اقول استاذه شيرين. ويا جماعه اي حد مكان يعني عايز يجي، انا بنزل مقاطع على حاله الواتس ورقمي هيظهر عندكم. اي حد نفسه يفضفض لدكتور نفساني، احنا في مسرح، احنا في بروفيت في مسرح في وسط البلد. كملي يا استاذ شو، بس تفاصيل من غير ما تقول اسامي لو مش عايزه تقول اسامي. تفاصيل ان في ناس عرفت الظروف اللي انا فيها استغلتها. ممكن يعني حد مثلا دست عليك وانت في اصعب ظروف، هم عارفين الظروف دي. وما كانش ينفع، المفروض هم يقفوا جنبك، يعني المفروض هم يبقوا جنبك اصلا في اقرب الظروف دي، او انت كنت متوقع الناس دي هتبقى جنبك. ممكن حد يعني ممكن يأذيك، زي لو انت جبت ذكرت اسمه زي سعاد حسني كده. لا، ما هو ممكن اكون الانسان هو اللي بيأذي نفسه بنفسه. يا سعاد حسني ها، ممكن يكون الانسان هو اللي بيأذي نفسه بنفسه، يعني ازاي بقى؟ ان هو نفسه ان الناس تخليك، ممكن طيبتك تخلي الناس اصلا تأذيك او تستغل الظروف. بس هي الطيبه غلط، ممكن يكون انت انسان طيب بزياده، فالطيبه دي خلت الناس تستغل ظروفك او تستغل ان انت طيب. فالطيب في الزمن ده اصلا اساسا مش هينفع، هو ما ينفعش بمعنى صح. احنا كلنا بندور على حضن الحنايه، بس هل يعني في ناس كتير نيتها في الحضن مش كويسه؟ اكيد. مين اللي انت حسيت بامان في حضنه؟ يعني يعني اكيد امان الاخ اكيد الامان والاب اكيد والام. الام طبعا. ماشي، لا مين بقى غريب قابلته حسيت معاه بامان؟ حد غريب حسيت معاه بامان؟ زي مين مثلا؟ انا بسالك اكيد مش هحضن اي حد مثلا يعني. ايه؟ اكيد مش يعني هحضن اي حد. يعني حد، يعني مثلا احيانا بنقابل ناس بيتعاملوا مع البنت على اساس ان هم زي اخوهم. ممكن بس ممكن هو صديقه. ايه؟ ممكن صديقه. لا ممكن شخص يقول لك انت زي اختي وبتاع، بس نيته مش كويسه. اكيد طبعا. اصل اغلب الناس دلوقتي بتقف جنبينا بيقفوا جنبنا ايه؟ بنيه ان يعني مصلحه. تمام. فقليل لما تلاقي حد بيقف جنبنا من غير مصلحه. اكيد. تمام. تمام. فمين اللي انت تقدر تسامحه؟ ما هو انا الكلام عشان ده قلت الحلو في بتاعه الأول. اكتر من الوحش. بص، شفت انت فيلم كده رضا؟ اه. لما كان احمد حلمي بيتكلم مع دكتور النفساني، تمام. دلوقتي الدنيا ضلمه وده تصوير فيديو والنور مطفي. تمام. تمام؟ ده تصوير فيديو والنور مطفي. تمام. تمام؟ تمام. فاتكلم بحريتك كأني مش موجود، ولو عايز اسالك في حاجه قول. تمام. ما قلت لك موضوع كتير بيبقى نفسه يفضل. كتير بيبقى نفسه يفضل. تمام. ولو في اي عياط ولا حاجه مش عايز يظهر قول له انا هقف. بس يعني اتكلم كلام بجد ما هزرش. ايوه عارفه. اه. تمام.
يلا اتكلم. معاك. اسال سؤال. نعم. اسال سؤال. لا اتكلم اللي انت عايز تقوله، انت هنا حريتك. ماشي، اسال سؤال وانا اتكلم. اسال سؤال وانا اتكلم.